الشرف كلمة عظيمة جدا. كلنا بدون استثناء لازم يكون عندنا معيار شرفي وقيمة شرفية، والشرف هي قيمة للإنسان بشكل عام. عندنا في أوروبا في العصور الوسطى تحديدا، في من القرن الستاشر للقرن العشرين، يعني بعد العصور الوسطى، كان منتشر بشدة ثقافة الشرف عند الأوروبيين بشكل عام، عند الذكور بالذات. فكانوا بمعنى صح لو مثلا حصل تاتش معين او مشكله معينه بين رجلين اوروبيين في اوروبا بشكل عام، كانوا بيعملوا حاجه اسمها المبارزه. يعني بيجيبوا كل واحد يمسك سيف ويبارز التاني، طبعا رمز الى الشجاعه والقوه والفحوله والرجوله الى اخره. فكان عندهم ثقافه المبارزه، ان بشكل عام لو انت مثلا انا متضايق منك في حاجه معينه، ادعوك الى المبارزه العلنيه، كله يتفرج عليا او يتفرج علينا انا وانت واحنا بنتخانق، بس مش خناقه بالايد، خناقه بالسيوف، قد تصل احيانا لحد القتل كده، حد القتل. طيب، دي كانت ثقافه الشرف في اوروبا ما بين القرن ال16 للقرن ال20. يعني الموضوع ده حديث، مش قديم قوي، يعني الموضوع قريب يعني. برضو عندنا ثقافه منتشره جدا في اليابان، وهي ثقافه الساموراي. بشكل عام الساموراي ده هو بيتتلمذ تحت استاذ ساموراي كبير، يعني مع صح رتبته اعلى من التلميذ. التلميذ ده بيسمع اوامره باستمرار. لو الاستاذ حصل له حاجه، يتقتل في معركه مثلا، او حصل له حاجه معينه، او حتى التلميذ لو الاستاذ يعني حصل له مشكله او اتقتل في معركه او كده، فالتلميذ ممكن ينتحر عشان خاطر فقط يعني يخف موضوع العار اللي هو لحق باسرته وبعيلته، بسبب فقط ان الاستاذ بتاعه ماله، الاستاذ بتاعه مات او حصل له حاجه او عصى حتى اوامره. يعني ساعات لو التلميذ عصى اوامر الاستاذ، فالاستاذ يحكم على التلميذ بالانتحار، والتلميذ يسمع كلامه وينتحر. فدي كانت ثقافه الساموراي في اليابان، ثقافه القائمه على الجنديه وقوة الإرادة والعزيمة، وإن الإرادة بتغلب الغريزة. يعني إحنا اليابانيين بشكل عام عندهم إرادتهم، اليابانيين الساموراي، المقصود بالساموراي يعني عندهم الإرادة، قوة الإرادة تغلب الغريزة، غريزة البقاء والحياة. في الساموراي مفيش هزار. لو أنت خالفت الأوامر بتاع الأستاذ بتاعك أو الرتبة الأعلى منك في الساموراي، أو حتى اتغلبت في معركة، فانت الاحسن انك انت تنتحر عشان تغطي العار، او عشان تعوض العار اللي حصل لك انت وعيلتك واللي لحق بيك طول نسلك بالكامل. دي كده ثقافة الساموراي بشكل عام. دي ثقافة الشرف والعار في اوروبا. طبعا انا مش هتكلم واستفيض عن ثقافة الشرف والعار ايام العصر الجاهلي والعصر الاسلامي وما جاء بعده. طبعا ان الموضوع ده يعني معروف، مش محتاج البث فيه كتير ولا الكلام فيه كتير. نخش بعد كده على ارسطو، فيلسوف اليوناني ارسطو. قال لك الشرف كجائزة للفضيلة. ارسطو شايف ان بشكل عام الفضيلة، انك انت يقال عليك انك انت شخص صاحب فضيلة وصاحب اخلاق حسنة، انك انت عندك اخلاق حلوة. اخلاقك الحلوة دي هي اللي اكسبتك ما بين قوسين الشرف، ما بين قوسين السمعة. وهو بيوازن هنا وبيساوي هنا بين حاجتين فعلا قريبين من بعض جدا، اللي هي الشرف والسمعة. فقال لك هنا ان انت اخلاقك حلوة وحسنة عشان انت بتكسب الشرف والسمعة، وان يحترمك الناس ويقدرك ويبجلوك ويحترموك ويخلوك تتصدر المجالس الى اخره. دي ثقافة الشرف عند، او فلسفة الشرف عند ارسطو. جه ايمانويل كانت المتوفي سنة 1804. ايمانويل كانت عنده فلسفة مختلفة. قال لك احنا مش بنعمل الحاجات الحلوة او الاخلاق الايجابية عشان بتجيب لنا فايدة، زي ما ارسطو قال. يعني ارسطو قال لك انك انت بتعمل الاخلاق الحلوة عشان يقال عليك انك انت شريف وعندك شرف وعندك سمعة ايجابية وهكذا. لكن جه ايمانويل كانت بيقول لك لا، احنا نعمل الاخلاق الايجابية
عشان هي الصح. احنا بنعمل الصح عشان هو الصح، مش عشان سمعة او حاجة ايجابية. واحنا ما بنعملش الغلط مش عشان هو مضر، لا ده عشان هو غلط بحد ذاته. الذاتية في الأخلاق، إن بشكل عام إحنا أخلاقنا حلوة عشان هي حلوة، عشان إحنا بنعمل الصح عشان هو صح مش عشان حاجة تانية. ده بالنسبة لي إيمانويل كانت. ممتاز. جه بعديه ألبير كامو. ألبير كامو الفيلسوف الإيطالي المتوفي سنة، أو مش عارف هو إيطالي ولا فرنسي مش فاكر أنا. ممكن برضه تصححوا لي في التعليقات يعني. ألبير كامو متوفي سنة 1960، صاحب الفلسفة الوجودية. قال لك هنا إن الحياة عبثية، ولكن تستطيع أن تعمل إيه؟ أن تتمرد بالشرف بتاعك على هذه الحياة العبثية. يعني تعمل فلسفة التمرد، إنك تتمرد على حياتك العبثية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال، أنت مثلا عارف إن الحياة دي ما فيهاش خالق ولا فيها الله. ده طبعا فلسفته إنه هو ملحد. بيقول لك هنا إن أنت عارف إنك أنت، طبعا انا مش بقول الكلام ده، بس انا بقول على لسانه يعني، مش انا. فهو بيقول ايه؟ ان بشكل عام ما فيش الله، ما فيش خالق. فبشكل عام عارف ان الحياه عبثيه، عشوائيه. تستطيع ان تضع لها نظاما اخلاقيا خاص بيك، والنظام الاخلاقي ده تقدر تعيش بيه طول عمرك، وتقهر بيه عبثيه الحياه. وتستطيع انك انت تخلق، رغم ان الحياه دي عبثيه، انك انت تقهر غريزتك اللي بتقول لك خلي اخلاقك سيئه، خليك لا تصل الى الشرف. يعني انت بالشرف عند ألبير كامو، الشرف عند ألبير كامو هو التمرد على العبثيه، انك تخلق حياه اخلاقيه جميله، تعيش باخلاق حلوه في وسط الناس بطريقه تخليك تتمرد على العبث ده، وتنظم الحياه انت نفسك بنفسك. ده ألبير كامو. ممتاز. نخش بعد كده على فرانسيس فوكوياما، الفيلسوف والمفكر الامريكي. فرانسيس فوكوياما قال لك ان قال لك هنا ان الشرف حاجه اسمها ثايموس. ثايموس دي يعني حته، يعني هو يعني واخد الكلمه دي، كلمه ثايموس دي واخدها من افلاطون. افلاطون قال لك، هو واخد الفلسفه دي من افلاطون، هو مقتبسها منه. افلاطون قال لك ان بشكل عام الروح بتاعتنا، هو طبعا صاحب المثاليات والمثل، فلسفه المثل والمثاليات اللي هي عالم الغيبيات وكده يعني. فقال لك بشكل عام افلاطون ان الروح بتاعتنا فيها غريزه، او فيها حاجه بتدفعنا ناحيه فعل الشرف والفضيله وترك الرذيله والايه والاخلاق السيئه. الروح بتاعتنا جواها حاجه بتدفعنا لكده. ده ايه؟ دي مساله الثايموس. يعني الثايموس معنى صح هي غريزه روحيه جوه الروح بتدفعنا ناحيه ان احنا نعمل حاجات ايجابيه ونسيب حاجات السلبيه. فقال لك هنا في نوعين من الثايموس، في الميجالوثايموس وفي الانثرو او الايه الايزوثايموس. الميجالوثيميا والايزوثيميا. الميجالوثيميا مقصود بيها هو ان انا عايز اكون، غريزتي ان انا اكون افضل من كل الناس اللي حواليا. دي الميجالوثيميا، او جايه من كلمه ثايموس يعني. والكلمة التانية اللي هي الايزوثيميا يقصد بها ان انا عندي رغبة ان انا عايز اكون متساوي مع غيري. طيب، فالمسألة الأولانية اللي هي الميجالوثيميا هي حاجة فردية، حالة فردية. ان بشكل عام احنا كل واحد فينا نفسه يكون افضل من كل العالم اللي حواليه، حتى افضل من ابوه وامه كمان. ده الميجالوثيميا عند فرانسيس فوكوياما. فوكوياما برضو قال لك ان حاجه تانية اللي هي ايزوثيميا يقصد بها ان انا عندي رغبه، بس الرغبه دي جماعيه مش فرديه. يعني احنا عندنا رغبه جماعيه ان احنا نكون متساويين مع بعض. يعني ما صح، رغبه فرديه بان انا اكون افضل من كل الناس اللي حواليا، دي رغبه فرديه. والرغبه الجماعيه ان احنا نكون متساويين مع بعض، رغبه بان احنا نكون متساويين مع بعض في كل النواحي. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده يعني بشكل عام يعني عايز اقول
ان اغلب الصراعات اللي موجوده حوالينا دي في المجتمع، حتى في الرياضه كمان وفي كل نواحي الحياه، هي في الاساس قائمه وجايه من فكره ان بشكل عام مش عشان نتخانق بشكل عام على ايه، نتخانق بشكل عام على الموارد والثروات اللي موجوده والمتاحه لينا، لا، هي الغرض منها هو اثبات الذات. انا احسن منك، مش عشان انا اخد ثرواتك واخد فلوسك واخد ممتلكاتك ومقدراتك، لا، انا احسن منك. انا بتخانق معاك عشان انا احسن منك وافضل منك وعندي افضليه اكتر منك، مش عشان اخد ثرواتك بس، لا، عشان انا احسن منك. دي نقطه خطيره جدا. طبعا انت برضو تستعجب مثلا من اشخاص مليارديرات واغنياء جدا، رغم ذلك متمسكين جدا بالشغل، بينزلوا الشغل كل يوم، بينزلوا الوظيفه قد تكون وظيفه متواضعه جدا، موظف قاعد في مكتب، وظيفه متواضعه جدا، وغني جدا وعنده الافات وملايين ومليارات كمان ساعات، بس متمسك بالشغل بتاعه. ليه؟ عشان قيمه الشرف. قال لك ان الشغل هنا والوظيفه مربوطه بقيمه الشرف، حاجه عظيمه وحاجه جميله. عشان كده الشرف هو رمانه الميزان. عندنا طبعا في مفهوم للشرف، مفهومين في المجتمع العربي وكل المجتمعات، اغلب المجتمعات يعني، بس بالذات المجتمع جنوب الولايات المتحده الامريكيه، عند تكساس والدول دي تحت المكسيك كده، وعندك دول الشرق البحر الابيض المتوسط، وعندك كمان دول الشرق الاوسط، بعض دول الشرق الاوسط او اغلب دول الشرق الاوسط. الثقافه دي عندهم ثقافتين: ثقافه الشرف الذكوري وثقافه الشرف الانثوي. ثقافه الشرف الذكوري يقصد بها هو الشرف الذكوري يقصد بها القوه، ان بشكل عام ما تجيش على كرامتي، ما تهنيش، ما تشتمنيش، ما تتنمرش عليا، ما تتريقش عليا الى اخره. دي ثقافه القوه وثقافه الشرف عند الذكور بالنسبه للدول دي والاماكن الجغرافيه دي. بالنسبه لي ثقافه الشرف عند الاناث وعند الانثى في الاماكن دي هي ايه؟ مربوطه بالعفه الجنسيه، اللي بشكل عام ما يبقاش مثلا بنت ما مارستش الجنس بقى قبل كده مع حد غيرها او مع شاب مثلا او كده. العفه الجنسيه والسلوكيات الرزينه. الشرف عند الانثى والشرف الانثوي مربوط بالسلوكيات الرزينه للبنت الى اخره، ممكن يوصل كمان لطريقه لبسها وهكذا يعني. بس كان معكم دكتور محمد حسن شتاين، اشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله، وسلام.